تبقى زي نوكيا، الشركة اللي اكتفت بنجاحها وما طورتش من نفسها. في مصر بقى كل حتة فيها مول، كل ما مطور عقاري يزهق يطلع بمول، يشتري قطعة أرض ويعمل عليها مشروع. بصراحة بالتوجه العام للشعب المصري شركات العقارات بتتصرف صح. الناس بقت تحب فكرة إن كل حاجة موجودة في مكان واحد، بدل ما تشتري هدوم من محل فروكسي وجهاز كهربائي تاني محل في العتبة وتاكل في مطعم في الزمالك، تقدر تعمل كل ده في المول. ده بيوفر وقت ومجهود وبتبقى خروجة كاملة متكاملة. المولات استحدثت حاجات جديدة عشان تشد الناس أكتر، يعني الخروجة ما بقتش بس خروجة شوبينج، بقت خروجة ترفيهية للشباب والعائلات، زي السينمات والكيدز اريا والفود كورت، وده بيخليه مكان مناسب للعيلة كلها. فايدة المولات إن هي بتساعد على تنشيط الاقتصاد المحلي، وده بيوفر فرص عمل كتيرة جدا للشباب في الوحدات التجارية، سواء ريتيل، كافيهات ومطاعم، سينمات وكيدز اريا، وده يعتبر دخل كبير جدا لملاكها. بس هل كل ده بينجح؟ هل كل مول شغال بكفاءة عالية لغاية وقتنا هذا؟ طبعا لا، لأن في عوامل كتيرة بتخلي المول ينجح وعوامل كتير بتخليه يفشل، زي إدارة التشغيل واللوكيشن. في مولات كتيرة بتقفل رغم إن اللوكيشن بتاعها بيبقى مميز بس إدارة التشغيل ضعيفة جدا، وفي مولات التشغيل بتاعها بيبقى قوي جدا بس اللوكيشن مش أحسن حاجة. لازم تكون في فكرة جديدة بتقدم لي حاجة مميزة، اللي يخليني أسيب مول متعودة عليه وأروح مول تاني. لو عايز تعرف إيه المولات اللي تقدر تستثمر فيها ويكون استثمارك آمن وناجح، سيب كومنت وفريق المبيعات هيتواصل معاك.